بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قمت من النوم كده اتشجعت، قلت اما اخش بقى اوضة محمود اروقها ونفضها واخد الفرشة بقى اللي هتتغسل. كنت بقى في الوقت دوت الغسالة شغالة وبروق السراير كده وباخد الفرشة والدفايات، يعني الملي والدفاية اللي لقاها مش نظيفة، متلحوسة معكوكة، كيس مخدة مش نظيف. فقُلت أمّا ألمّهم بقى كده إيه، ما ينفعش إن أنا أجيب الحاجة أغسلها من غير ما أنفّض وأروّق وأكنس بقى وأطلّع البطاطين في الشمسة، وأنتم عارفين بقى الشغل اللي مش بيخلص ده، ولازم تعملي الشغل يعني صح كده من أبوه، مش أروح أجيب الملاية والدفاية وخلاص وأسيب الأوضة وأطلع أجري لأ. حوشة الفرشة اللي هتتغسل ودّيناها عند الغسالة، وزي ما أنتم شايفين كده جِبت طقم نضيف فرشته على السرير، والبطانية والدفاية في الشمسة. والمخدات برضه هنجيب بقى ونرص كده ونستف الدنيا مع بعض يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هي نظيفة، يعني أنا كنت مروقاها من حوالي أسبوع، وكنت شايلة الفرشة برضه غسلاها بس مش كنت عاملاها معاكم. نظيفة وزي الفل مش فيها أي حاجة والله. بس أنا قلت يعني أما اخد طقم السرير أغسله بدل الغسالة شغالة وأكنس كده الأوضة على الماشي وأنفض السجادة بتاعتها ونخلي الدنيا زي الفل كده، والبطاطين تتحمص شوية في الشمسة وبرضه هنروق الأوضة الكبيرة بتاعة الركنة وهنشوي فراخ النهاردة وملوخية وكمان هروح لدكتور الأسنان في الآخر. يعني الفيديو فيه حاجات كتير بس أنا ما صورتش معاكم وأنا رايحة عند دكتور الأسنان يعني. بغزة والله يا جماعة أشيل التليفون وأمشي بيه على الطريق كده أو في الشارع، فبحرج بس من الحتة دي يعني. والله ببقى نفسي أصور وكل حاجة وأنا بره، بس بغزة أشيل التليفون كده وأمشي أصور. زي ما انتوا شايفين كده بقى كنست. هنجيب بقى السجادة دهيت والمخدات ونقفل الأوضة ديت ونشوف غيرها بقى، ونشوف كده يومنا دي كده على دي كانت على الاستباحة، الأوضة دي كده كان يعني بدأنا بها الشغل. كنا بنفتتح الشغل بتاعنا بالأوضة دي النهاردة. يا رب سترك يا رب. أنا كمان كنت عايزة أمسحها والله، بس قلت الجو ساقعة وهي صراحة يعني نظيفة، مش لقيتها مستاهلة مسيح، يعني مش عايزة تتمسح ولا حاجة. بس كده بقت زي الفل اهي. هقفلها بقى ونشوف هنروح نعمل ايه تاني. دي كده البطانية والدفاية اهو. بافرد كده الدفاية على السرير، بس أنا عشان هُم جايين يعني من الشمس سخنين قُلت أمّا أطبّقهم وإيه، وأمّا ييجي محمود بقى ينام يبقى يفرد والّا هو حُر بقى بطريقته بقى. كده خلصت أهي وبقت زي الفل أهي. كده بقى كان عندي فرخة متبّلة في الفريزر بقى لها يطلع أسبوع، فكنت مطلّعاها كده على بيات في الطبق دوّة وسايباها على الرخامة، وطبعًا مغطياها ومحافظة عليها عشان بس تفِك من التلج. اللهم صل على النبي. رصيتها بقى في الصينية ودخّلتها فرن البوتاجاز. وأمّا طلعت بقى عملنا لها حتّة فحمة كده وضبّطنا الدنيا. أهي كده ولعت فرن البوتاجاز وحطيتها على الشبكة، مش تحطها على العارصة من تحت عشان ايه ما تتلهفش منك بسرعة وما تستواش، لان دي فراخ كبيرة فعايزة ايه تستوى كده على نار هادية براحتها. التتبيلة بتاعتها منها فيها، ما حطيتش عليها مية ولا حاجة. واللهم صل على النبي بقى، وكنت مولعة الفرن وحطيتها على الشبكة كده في النص وقفلت عليها وسبتها بقى. في الوقت دوت الغسالة جنبي شغالة لا إله إلا الله، وبغسل في المواعين. كان في شوية مواعين كده من بالليل، وطبعًا مواعين الفطار ومش عارفة إيه، قُلت بقى أمّا أروّق الدنيا عشان هاروح لدكتور الأسنان أعمل ضرسي، فقُلت أمّا أمشي كده وأسيب الدنيا زي الفل، وأجهّز لهم بقى الأكل على البوتاجاز. أنا مش غرفته بقى معاكم عشان اللهم صل على النبي، قُلت يعني ماشية وهُم بقى اللي يقوم من النوم والّا اللي برّه وكده ييجي يغرف وياكل بقى. المهم يا حبايبي إن أنا جهّزت لهم الأكل وخلاص وسِبته لهم على البوتاجاز، أعمل إيه؟
ما اعرفش امشي بقى واسيب مواعين في الحوض مش نظيفة واسيب الدنيا كده. لا، غسلت المواعين وجهزت لهم الغدا بتاعهم وروقت البيت وخليت الدنيا زي الفل ومشيت بقى كده الساعة 2 الظهر، ما سبتش اي حاجة ورايا. انا بقى من النوع اللي ما ينفعش او ما اعرفش ان انا امشي واسيب الدنيا متكركبة والشقة مش نظيفة. ما اعرفش صراحة. ورايا مشوار او رايحة عند الدكتور او كده، لا اقوم بدري اخلص اللي ورايا واعلف طيوري واشوف مواعيني واجهز غدايا وامشي بقى كده ايه، تكون الدنيا متظبطة وزي الفل. الرخامة ده هي مغلباني وبتغرقني مية يعني هتشوفوني الوقت في اخر الفيديو هتلاقوني غيرت هدومي بسبب الرخامة ده هي والله. كل شوية الرخام الصغير اللي هو بيبقى حاجز ده وحيش المية اتكسر كله. فالرخامة دي كلها بإذن الله عايزة أغيرها وأغير الحوض كمان. ربنا يسهل بإذن الله. اهي كده الغسالة بقى كانت شغالة، كنت غسلت الأبيض وطلعته وكنت بغسل في الغوامق كمان يعني. شوفوا بقى كنت غيرت هدومي هوت من الحوض ومن الغسيل كمان يعني. زي ما انتوا شايفين كده واقفة بقى الظهر كده في الشمس، والشمس على البلكونة جميلة عايزة الفاضي يفرش ويقعد فيها. انا حاطة الطرحة كده على وشي ودماغي من الشمس والله. الشمس كانت في الوقت دي دافية وجميلة عايزة القعدة، بس مين اللي هيقعد بقى. ده انا خلصت النشير ودخلت على الأوضة الكبيرة بقى روقتها برضو. كنت غاسلة الفرشة بتاعت الركنة اللي هي البيضة اللي بفرشها عليها دي، وبقالهم كام يوم صراحة وما فرشتهمش. فمسكتها بقى نفضتها وفتحت الشباك وهويتها وخليتها زي الفل وفرشتها انا كان في حد بينادي عليا فكنت بكلمه ببصله كده وبكلمه. واحدة كانت جاية عايزة رقم تليفون فكنت بكلمها. استغفر الله العظيم يا رب. خلصي يا حاجة نشير، انت هتقعدي طول النهار تنشري ولا انت عايزة تقفي في الشمس بقى وخلاص كده بقى كنت دخلت الأوضة شوفوا عاملة ازاي، شوفوا. اه، انا كده كده كنت فاتحة الشباك من الصبح. الشباك ده كده يعني الشمس جاية منه على طول في الأوضة، فكنت بقى فاتحاه ضارب الشمس في الأوضة ومخلي الأوضة دافية وزي الفل. بس صراحة كانت عايزة تتروق بس. زي ما انتوا شايفوا كمان برمي اهو كمان مسكتها بقى نفضت الركنة تنفيضة حلوة وفرشتها وكنست، جيت اشيل الحافظة اطلعها لقيت الحافظة نظيفة. قلت يعني هي هدت حيل هقعد اشيل واطلع، لا. كنستها بقى كده ولقيتها زي الفل، سبتها وكنست وقفلت وقمت طالعة. رحنا بقى على الغدا بتاعنا هوريها لكم اخر الفيديو واتوكل على الله بقى. قفلت ولبست هدومي وقمت نازلة بقى. كنت غسلهم ورميهم كده في الركن. انا البطانية دي كنت غسلاها وحطاها في الكيس فمش لها لازمة صراحة. كانت جاية من المغسلة قريب من اسبوع كده، وعندي بطاطين كتير على السراير فمرضتش اطلعها خسارة. قلت هتتبهدل وتتمرمط وارجع تاني اوديها تتغسل، لا خليها بقى. كل سرير عندي عليه بطانيتين فقلت لا بلاش بقى. فسبتها كده قلت هلفها بقى واحطها في الشنطة بتاعتها وعينها. هنا بقى بقول لكم الحافظة هنا نظيفة، مش مستاهلة ان انا يعني اشيلها اطلعها في الشمس، لقيتها نظيفة. في يوم تاني كده وبعدين البلكونة فيه غسيل كتير محطوط برضو ومش عارفة ايه هوديها فين.
فكنست بقى كده وقلت في يوم تاني ما يكونش فيه غسيل على البلكونة أقوم مطلعاها في الشمس. يعني اليوم اللي مش ببقى غاسلة فيه بطلع البطاطين، بطلع حافظة زي ديت، عايزة اطلع سجادة بطلعها. ده اليوم اللي مش بقى فيه غسيل عشان البلكونة تبقى فاضية. اما اليوم اللي بيبقى فيه بقى غسيل ونشير والدنيا كده زي ما انتوا شايفين، ما بعرفش اطلع حاجة صراحة على البلكونة في اليوم ده. خلصت بقى كده وقفلت اهوت وطلعت. اقول لكم الدنيا رقت زي الفل اهيت وبقت زي العسل زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، بقت زي الفل. عايزة اعلي الركنة ديت، اعمل لها كمان مساند كده تعليها شوية بإذن الله، كده ربنا يسهل. هنا بقى الفراخ طلعت من الفرن اهو، حطيت لها فحم وشوية زيت طريين كده على الفحم، وعملت طبقين ملوخية وعملت شوية رز أبيض. هنا بقول لكم الملوخية اهي وحطيتها في الشرب اهي، والتوم بقى بتاعها عملته عليها وخليتها زي الفل. وكده الغدا بتاعنا يا حبايبي، وكده الفيديو بتاعنا خلص. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، مع ألف سلامة. وما تنساش بقى باللايك والاشتراكات وكومنتاتكم الجميلة اللي زي العسل اللي بتشجعني وفاتحة نفسي. حبايبي بحبكم في الله، ومع ألف سلامة.